Qadirli emirliklerin halkı ve Türkmen halkı, şuun 2. dekabrda Birleşen Arap Emirlikleri Federatsiyanın döredilmeğinin şanlı 50 yıllık bayramını belliyer. Bu vaka Federatsiyanın ilki bünyadını tutun, onun Âli Cenabı Şeyh Said bin Sultan Al Nahyan'dan ve onun doğanlarının öz gırbaşını alıp kaytıyan bay tarihi vakalı ve üstünlüklü seyahatini aydın görküdüyer. Ve her bir gün Birleşen Arap Emirliklerinin prezidenti, onun Âli Cenabı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, onların yörelgelerini devam edip halkı afuda ve abadan geleceğe taraf alıp barıyar. Emirliklerin 50 yıllık bayramının şanına Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan'daki ilçisi, onun Âli Hedreti Ahmet Al-Hameli'nin ve Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin başlığının orunbatarı Serdar Berdimuhamedov'un kutluğunu tomoşa edelim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نحتفل به في اليوم 2 من ديسمبر كل عام. يسرني أن أرفع تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات إلى فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان. تسير دولة الإمارات على مبدأ تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم منذ قيامها في 2 من ديسمبر عام 1971، متخذة من هذا المبدأ بعدا أساسيا في سياسة الإمارات العربية المتحدة الخارجية، وهذا المبدأ الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتسير على خطاه القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله في التأكيد على هذا البعد وتعميقه وتطويره عبر مساهمات جليلة قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية، مستلهمة هذه السياسات من فكر وشيم وأخلاق حكام دولة الإمارات التي تتسم بالسماحة وروح الإخاء والمحبة ومراعاة حكم الجوار، وتنعكس اليوم رؤية المغفور له التاريخية في بناء دولة الإمارات مزدهرة وقائمة على التسامح، حيث تستضيف دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، وهي موطن لأكثر من 40 كنيسة ومكان للعبادة، بالإضافة إلى العديد من مراكز التعليم والثقافة ذات المستوى العالمي مثل جامعة السوربون أبو ظبي وجامعة نيويورك ومتحف اللوفر في أبو ظبي، وهذا خير دليل على أن قيم التسامح والحرية الدينية والاحترام المتبادل التي دعمها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه متأصلة في جذور الشعب الإماراتي. سجلت دولة الإمارات خلال عامي 2020 و21 إنجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني كما على المستويين الإقليمي والدولي، وكانت المرأة الإماراتية في المقدمة شريكة في مسيرة تنموية تحصد النجاحات بعزيمة لا تضاهى. شكلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، تشهد على حجم الحضور الفعال الذي تسجله ابنة الإمارات في شتى الميادين، حيث برهنت على حجم القدرات والكفاءات التي باتت تؤهلها لتولي قيادة وإدارة أهم المشاريع الحيوية وأبرزها في قطاعات العلوم المتقدمة والفضاء والطاقة والصحة، والتي تمثلت في وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، بداية التشغيل الناجح والآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، فضلا عن نجاحها
وريادتها في مجال جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا. على الرغم من التحديات التي يمر بها العالم إثر جائحة كوفيد-19 ومع افتتاح إكسبو 2020 في شهر أكتوبر 2021، توجهت حكومة الإمارات نحو مزيد من الانفتاح على العالم والمساعدة في عودة الحياة الطبيعية واستقطاب أصحاب المواهب والأعمال ضمن قرارات استراتيجية تهدف إلى تمكين الدولة مع رفع مكانتها في مؤشرات تسهيل الأعمال، خاصة بعد حلولها في المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مؤشر ريادة الأعمال بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال عن سنة 2020، بالإضافة إلى مؤشرات أفضل الوجهات الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرضها. تواصل الإمارات العربية المتحدة دورها كداعم ومساهم أساسي في الجهود العالمية الرامية لتلبية احتياجات الشعوب. وانطلاقا من هذه الرؤية، فإن المساعدات الخارجية الإماراتية قد بلغت مرحلة الريادة العالمية، والتي بدأت مع تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميا في الأعوام 2013 2014 2016 2017 كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، محققة قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات التاريخية، الأمر الذي صعد بها من المركز ال19 في عام 2012 إلى المركز الأول في عام 2013. ولا تزال الدولة تحافظ على ترتيبها من ضمن أكبر الدول المانحة في العالم مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، فقد تضاعفت المساعدات الخارجية الإماراتية لأكثر من 187 ضعفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 322 مليار درهم إماراتي، لتصل لأكثر من 196 دولة، ووصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى حوالي مليار شخص، بينهم 767 مليونا من النساء والأطفال. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان بعلاقات تاريخية تمتد جذورها في الماضي البعيد، وهي تتمثل أيضا في العلاقات القائمة بين القائدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان. وتوجت هذه العلاقات بالزيارة التاريخية التي قام بها فخامته قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان إلى دولة الإمارات بتاريخ 19/10/2021 لحضور اليوم الوطني لتركمانستان على هامش معرض إكسبو 2020، والتي تم خلالها التوقيع على 3 اتفاقيات و3 مذكرات تفاهم بحضور فخامته وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة. في الوقت الحاضر تظل دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا رئيسيا لتركمانستان، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية إلى 398 مليون دولار في عام 2020 وإلى 501 مليون دولار في عام 2021. وفي الوقت الحاضر تم تسجيل 34 مؤسسة بمشاركة رجال أعمال إماراتيين في تركمانستان. كل هذا التقدم يثبت أن العلاقات الأخوية والاقتصادية والسياسية والثقافية بين دولة الإمارات وتركمانستان يمكن أن تكون نموذجا للتعاون بين الدول الأخرى. ونؤكد من هنا أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مستمرة على تعزيز العلاقات وتكثيف التعاون والتنسيق في كافة المجالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Birleşen Arap Emirliklerinin milli güni döwletiň jar edilen günüň şanyny 50 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň hökümetiniň adynan Birleşen Arap Emirlikleriniň hökümetine we ähli halkyna tüýsürekden çykýan gutlaglary iýermek meniň üçin hormatdyr. Geçen döwrüň içinde Birleşen Arap Emirlikleri durmuş ykdysady ulgamyna gazanan ul üstünlikleri döwlet guruluşyny berkitmekde, halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrmakda we halkara giňişligindäki awraýyny ýokarlandyrmakda ýeten belen tepkitleri bilen dünýäde giňden tanalýar. Biz Türkmenistana dost we dogan
yurt bolan Birleşen Arap Emirliklerinin kazanan bu üstünlüklerine diýsen begenýär ve uwanýar. Hem de ösüşleriň ve özgörüşleriň mundan beýlekde dowam etmegini dileýär. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky däwe öwürlen dost ogonlyk gatnaşyklary özara düşünüşmegi we asnaşykly hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen tapawutlanýar. Ýurtlarymyzyň arasyndaky döwletara gatnaşyklar hemişe özara hormat goýmak, ananşmak we birege gollaw bermek tejribesine eýerýär. Ýurtlarymyzyň siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, medeni insanperwer we beýleki ugurlardaky hyzmatdaşlygynyň ýokary derejede alınıp barylýanlygyny bellemek ýakymlydyr. Hususan soňky ýyllaryň dowamynda gazanylan möhüm alalaşyklaryň netijesinde Türkmenistana amala aşyrylýan bir näçe maý goýum taslamalaryna ýurdumyzyň gatnaşmagy netijeli hyzmatdaşlygymyzyň ýene-de bir suwutnamasy bolup durýar. Birleşen Arap Emirlikleriniň maý goýum we mali edaralarynyň, hususan Abu Dhabi'niň ösüş gaznasynyň arasynda anyk maksada gönüktirilen netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy we häzirki wagtda bu gazna Türkmenistana bir näçe taslammalary durmuşa geçirmäge işçiň gatnaşýar. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda alınıp barylýan ýokary derejeli işçiň we giň gerimli gatnaşyklar iki döwletiň liderleriniň ýadawsuz tagallalary netijesinde mümkin bolýar. Bu wagtda ýa-ni ýakynda 2021-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Expo 2020 bütün dünýä sergisine Türkmenistanyň milli günüň açyş dawrasyna gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran sapary gatnaşyklarymyzy täze dereje çykaran möhüm tapgyr hökmünde görýär. Saparyň netijeleri boýunça 6 sany iki taraplyň resmi namelara gol çekilme bolsa, sapary many we mazmun taýdan baýlaşdyrýan waka hökmünde taryha geçdi. Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri bilen uzak möhlete gönüktirilen din hukukly we özara bähwitli gatnaşyklary geljekde hem hassa berkitmäge we pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýär. Bu gatnaşyklaryň iki ýurduň parasatly baştonlarynyň ýolbaşçylyklaryna, iki ýurduň halklarynyň bähwidine we eşredine mundan beýlek hem östüriljekdigine inanýar. Sözümün ahirine ýene-de bir gezek Birleşen Arap Emirlikleriniň jar edilmeginiň 50 ýyllyk münasibetli tüýs ýürekden gutlaýar we emirlikleriň ähli halkyna mundan beýlekde öňe gitmegi we gülläp ösmegini arzu edýär. Köp sag bolun. Bayramçylygymyza gatnaşanyňyz üçin we bu gadanan üstünlüklerimiz ve buýsunçylyk bilen paýlaşýanyňyz üçin sag bolun. Ve biz sizi geljekde uly dawaraly çärelerde görmäge ve garşy almagy umyt bilen garaýarys. İnşallah sag bolun.